السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعينا على قناة المصري تعليم سيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا انا عارف زعلانين مني، المهم انتوا عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب وفي احسن حال. والله وحشني وبسلم عليكم كل واحد باسمه. طبعا انا بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات على اليوتيوب، لان انتوا عارفين ان دي مش الحاجة الأساسية، بس عشان اعمل لك فيديو لازم اكون بطلع المية، ولازم اقول لك يعني ما ينفعش ان انا اقول لك ايه المية فيها سمك واطلعك على المية وخلاص. احنا اللي فاتت دي كنت قلت لكم انا بشتغل بالريم، وعملت فيديوهات كتير بالريم بصراحه بس ما كنتش بنزلها. كنا بننزل بالريم السمكه اللي كانت بتاكل حجاري، وكان بيقع في وسط الحجاري سمك سمكه مسنوده حلوه برده، كان هسيب لكم الفيديوهات اللي بتتفرجوا عليها. كنا بننزل في مكان ممنوع بس دلوقتي منعوا نزلونا فيه خالص. فالنهارده قلنا بقى نتجه للصيد بالدود بالليل ونجرب. هي المايه زايده، المايه زايده كتير قوي، فهنجرب. وطبعا عشان قلنا نشتغل على الزياده لازم يكون في ادوار مرض يعني ايه؟ يعني اماكن لازم تغسل فيها المواعين، تغسل فيها حاجات بتاعت الذبايح، بيجي يذبح يغسل الكرشه ويغسل الحاجات ديت. اماكن دايما تبقى زفره. السمكه ممكن تيجي بالليل من الجزر، لان السمكه انتوا عارفين زي دلوقتي كلها ماسكه الجزر، كل سمكه البلطي ماسكه الجزر، البياض بتاع كله ماسك الجزر، لان المايه زايده. فبيجي بالليل بقى بعض منهم ينزل عشان يرعى، عشان يدور على حاجه ياكلها. فاحنا بنضطر ننزل ايه على اماكن المرض ديت، هي اللي ممكن تاكل الايام ديت. لكن الرصيف الحجر او الطمي او اي حاجه زي كده بتبقى قليله السمك عليها قوي. فهي دايما اللي عايز ينزل الايام دي يدور على مرضى ولا حاجه يجرب عليها. النهارده هنجرب على المرضى. لو كلت هقول لكم انها كلت ازاي وكلت بطريقه بانهي طريقه. فادعوا لنا ان شاء الله ان السمكه تاكل النهارده، ودي اول يوم تجربه بالدود في الموسم دوت ان شاء الله. لكن احنا عارفين ان الميه بتنزل في شهر 9 بيبقى الموسم الفعلي ليها، لكن دلوقتي هي كلها اجتهادات عشان برضو ننزل نتسلى ونسلم عليكم ونتمتع شويه. فمش عايز اطول عليكم، ونشوفكم بالليل ان شاء الله واحنا بنصطاد باذن الله. النبي احسن. اللهم صل على النبي ابو ميزو. ده سمك الريم، بسم الله ما سمك شاء الريم الله. بسم الله ما شاء الله ابو ميزو. سمك المران، تحياتي للحاج ماهر الدجوي وكل حبايبنا القبطان محمد المصري الاستاذ بتاعنا. يا رب يبارك لك يا حاج. والباشمهندس اسامه والصحبه الجميله اللي معانا. حبيبي يا حاج، اللهم صل على النبي. حبيبي ده اول استفتاح اهو. صلاه النبي احسن. صباح الفل. صباح الفل يا حاج. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي والسباع سياد المحترف. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما تجيش ناحيه الشجر هنا، تعالى لي هنا. بص يا اسماعيل، ثانية واحدة ثانية واحدة. تعالى، ما فيش ملقاف انا هجيب لك بايدي. لم العود لم العود. اللهم صل على النبي. بقول لك ايه؟ مش هلحق اجيبه. بص تعالى يا اسماعيل مكاني، تعالى مكاني، تعالى مكاني. اللهم صل على النبي. براح اوعى الشجر، هنا عندك شجر، تعالى هنا مكاني. واحدة 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 واحدة. دخل الشجر كده. لا واحدة واحدة. انا حارس عليها عشان ما كنتش الشجر. واحدة واحدة. خليك زي ما انت. ما بقول لك تعالى مكاني هنا. لا 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 زي ما انت. تعالى مكاني، امشي شويه، تعالى هنا كده شويه. اصبرنا عشان زي ما انت زي ما انت زي ما انت. زي ما انت. ايدك في بق، ايدك في بق، ايدك في بق، ايدك في بق، ايدك في بق يا سامي، ايدك في بق، ايدك في بق، ايدك في بق. ايوه كده، اطلع بقى. صل على النبي. لسه ما مسكتش. اطلع من الخياشيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هو ده البولت ولا بلاش؟ هو ده البولت ولا بلاش؟ هو ده يا ابويا. هو ده حج واحد هناك اهو يا جدعان، بيمسي عليكم. صل على النبي. صلاة النبي احسن. الذهب الابيض يا رجاله. صل على النبي. الذهب الابيض. صلاة النبي احسن. اهو اتفرج اتفرج، امسك يا قبطان. لا دخل عشق ايدك في بقه. اصبرني اصبرني. حاسب ايدك، حاسب ايدك. طلع السناره، طلع لك السناره، طلع السناره. حاسب ايدك بس كده. هو ده اللي بندور عليه. واكل واكل. ها سيبها الله سيبها. عمال خش مكاني، خش مكاني على مهلك، على مهلك دي اصورك بيه اهو. يا باشا ما تخافش. سيبه خلاص، سيبه ما تخافش. سيبه. اسامه مسكه خلاص. دخل ايدك من الكاش. اه ما تخافش خلاص. صل على النبي. صلاة النبي احسن. اللهم صل على النبي يا حلو يا باشا. معلم. الصلاة على النبي عليك باشا. حبيبي يا معلم مصر. حبيبي ورا. في الباية اول رزقنا، في الباية اول رزقنا يا مسهل. هو رجاله السمكه اللي بتاكل اهي، ادي اللي بياكل اهوت. احنا قلنا في شهر ايه؟ صلاة النبي. حوضه دي حوضه ضارب واحده اهو. طلعها حوضه بقى ايه؟ شرايه برضك اهو الراجل مطلعها. ادي شرايه وادي شرايه اهو. ادينا قاعدين بنتسلى وبنعمل الشاي اهو.
بس اهدي بقى، اقفي بقى، انت عمال تلف كده ليه زي المروحه. سمك ابيض، مش حجاري ولا حاجه، بس لسه برضه. سمكه بيضه كمان يا رجاله. قلنا نلم ونمشي، قال لك لا اقعدوا شويه، هاكل. يا مسهل يا رب. استني بقى لما اطلع لك العياش، اصبري. ابيض برضك. ابيض صغير برضك اهو. محمود مطلع واحده برضك بيضه اهي. اهو كف كويس اهو. ده الحاج اسماعيل لسه مكلمني، هو بيكلمني والله كلت. قلت له معايا كف كويس اهو. عمال يقول لي اقعد شويه. لا بس هي بدات تلاغي يا جدعان متاخر بالامانه، هي بدات تاكل السمكه البيضاء، بدات تاكل متاخر. بدات تجمع على البر. انا مديانها على شبر عشان تكونوا عارفين، بنصلها على شبر ميه، يعني تقصر الرصاص خالص على يعني خلي شبر من الرصاص والفله، وعلى البر خالص. يقع معاك بقى واحده حجاري، ابو رياله، شرايه كويسه. يعني في المجمل دلوقتي بدات تسال دلوقتي لما قلنا هنمشي. احنا عايزين من ده يا محمود، شويه من دول كده يظبطوا الدنيا. ادي المهندس محمود واحنا بنلم العيد ده، بسم الله ما شاء الله اهو. كفايه حلوه اهي، بسم الله ما شاء الله. منورني والله يا مهندس محمود، ده عيشه العمر والادب والاخلاق والذوق كلها. حبيبي يا عم محمد. طبعا السمكه مسكت في الزعنيفل عشان واكله من بقها، عشان محدش يقول دي جايه لطش، اكله من بقها. يلا يا رجاله اهي قعدت السمكه اهي. يلا نشوفكم ان شاء الله قريب باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعينا على قناه المصري تعليم صيد السمك بالصناره. اكيد طبعا كلكم مستنيين التقرير. والله اقول لك السمكه يعني مش كتير، هي بتسلي بتسليك، وفي سمكه بتاكل وبس مش كتير. لكن رايي لا نستنى شويه. السمكه اللي بتقع مش كبيره قوي، هي بتسليك. اوريه لكم. ابو رياله، بولتيايه. ده السمك اللي بياكل اهو. احجام السمك اللي بتاكل اهيت. طبعا الساعه 3 بالليل دلوقتي، هنلم ونتكل على الله. انا والمهندس محمود قلنا ننزل نجرب ونشوف كده الميه هتعمل ايه معانا. لا هي الميه سلتنا من جهه، سلتنا فيها سلتنا، بس مش اللي هي تكيف الواحد ان يدب المشوار دوت. طبعا احنا جايين من القاهره للمنيا، مشوار جامد، بس احنا جايين طبعا عشان نستمتع ونشوف برضو الميه لو كلت هننزل بعد كده. لكن هي في الحقيقه سلتنا على قد يعني ما زياده الميه. زي ما انتم عارفين السمكه كلها في الجزر، وزي ما قلنا كده تنقي مرضى. احنا شغالين بفوابر 5 متر ومقصرين خالص، يعني جربنا فيه على الطويل السمكه ما كلتش. لا انت مقصر خالص، بتقصر الرمال، بتعمل رمال بتاع 30 سم 40 سم، وفي فوق على الرصاص على طول، وتمشي على البر، على المرضى على البر، بيقع معاك سمك. ابو رياله، شلبايه، بلطيايه، هي ديت اللي تقدر تشتغل عليها من دول. طبعا احنا شغالين بدود الارض وسنار 5 زي ما انتم عارفين. وبرضك نصيحه قالها لي طبعا المهندس محمود، طبعا خليني خدت بالي منها. موضوع الكشاف يا جماعه اللي بينور في الموز، انا منور كده بيأثر طبعا بالذات على المرض. انت لو انت شغال على مرض بلاش تولع الكشاف كتير، لان السمكه بتبقى تحت رجليك على طول، زي ما بقول لك انت مقصر خالص على البر. فان شاء الله في الايام اللي جايه احنا هننزل تاني ونجرب تاني، ولحد السمكه ما تاكل حلو نقول لكم انزلوا. برضو اللي عايز ينزل السله، بس ينزل في اماكن يعني مضمونه، لان ما فيش صيادين على الميه خالص، ما فيش غير انا والراجل بس. طبعا عشان احنا عارفين الدور ده بننزل كتير، عارفين انه امان شويه والعربيه جنبينا. فاللي عايز ينزل في اماكن، ما ينزلش في اماكن متطرفه ويكون قريبه من البيوت وبتاع. زي ما انتم عارفين بتبقى في شباب بتنزل، بتبقى بتعمل قلق شويه على الميه. ربنا يستر علينا وعليكم يا رب، وربنا يرزقنا ويرزق الجميع، امين يا رب العالمين. وينصر اخواتنا في فلسطين، ويهلك الظالمين بالظالمين، ويخرجنا من بين ايديهم يا رب سالمين. فتحياتي ليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات وسيب. طبعا في فيديوهات للسمك وفي فيديوهات للصيد بالريم هنزلها لكم ان شاء الله تتفرجوا عليها باذن الله. اقول لكم بقى سلام عليكم، قوم نلم بقى عدتنا عشان نتكل على الله، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. وانا اسف على التاخير عليكم. ان شاء الله نشوفكم في الايام اللي جايه كتير، ونتكلم في موضوع الصيد كتير قوي باذن الله. المهندس محمود قاعد اهوت منورني بصراحه ربنا. يلا سلام عليكم.